السقفه الجامده دي، السقفه الجامده دي، بص يعني بص هقول لك ايه، كل حاجه وكل التفاصيل. السقفه الجامده دي عارفين لمين؟ عارفين لمين؟ لاداره النادي الاهلي، لاداره النادي الاهلي، لاداره النادي الاهلي. ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ التي لا تحسب ما يدور في رأس جمهور الزمالك، والمبادئ والاخلاق والقيم هي الاساس. ايه الموضوع؟ هقول لحضراتكم كل التفاصيل وكل ما هو جديد وكل الاخبار وكل الاحداث وكل زي ما يخطر في بالك يخطر في بالك. ولكن كعادتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة ومباركة على جميع المسلمين، جمعة طيبة ومباركة على حضراتكم جميعا. قبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نخش في الأخبار وقبل ما نخش في تفاصيل الحلقة، نبدأ كلامنا كعادتنا قبل أي كلام بذكر الله. فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأهلي يا سادة، الأهلي يا سادة يعرف ويعزم ويغرم إمام عاشور مليون جنيه. الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه واستبعاده من التدريبات لمدة أسبوع. واستبعاده من التدريبات لمدة أسبوع. ليه؟ لأنه لم يستمع ويسمع لكلام كابتنه وكابتن الفريق محمد الشناوي، وعوقب إمام عاشور. وده اللي احنا قلناه في بداية التعاقد مع إمام عاشور. فاكرين حضراتكم يا زملكاوية؟ فاكرين ولا ايه؟ فاكرين لما قلنا لحضراتكم ان إمام عاشور لما غلط في إدارة الأهلي وهو ناشئ في فريق الزمالك، وطلعوا قالوا ايه علينا دول، وقالوا ايه؟ فاكرين طلعوا قالوا ايه بقى؟ ازاي الاهلي يتعاقد مع امام عاشور بعد كل اللي عمله ده؟ طلعنا قلنا احنا ايه بقى؟ قلنا ايه كإدارة الاهلي وكجمهور الاهلي؟ طلعنا قلنا انه كان لاعب في نادي غير النادي الاهلي، كان لاعب خارج الاهلي. وده اللي كنا بنقوله. اهو الكلام بيحصل وبيتنفذ. يعني بيتحقق الكلام، يا جماعه. الكلام اللي احنا قلناه بيتحقق. امام عاشور مع اول غلطه داخل النادي الاهلي وفي النادي الاهلي عوقب امام عاشور، وهو ده الاهلي. وعلى امام عاشور مراجعه نفسه وبكل قوه. ولكن سؤال هنا عابر بقى، سؤال عابر للقارات، عابر للمحيطات، عابر للاسفلتات، زي ما انت عايز تقول. لمين يا عم؟ طب السؤال العابر ده لكل الزملكاويه، سؤال لكل الزملكاويه اللي فرحانين في الاهلي وفي امام عاشور، في الاهلي وفي اداره الاهلي وفي امام عاشور. تمام؟ طيب لو حط تحت لو دي مليون خط، لو الاهلي اعلن عن الاستغناء عن امام عاشور، تفتكروا مين اول نادي هيجري على ضم امام عاشور؟ تفتكروا مين اول نادي هيجري على ضم امام عاشور؟ في غيره؟ مفيش غيره. نادي الزمالك مفيش غيره، هو اللي هيجري اول واحد على امام عاشور. نادي الزمالك اللي هم بقى ايه؟ فرحانين، مفكرين نفسهم يعني فرحانين وزيطين وشمتانين، وزي ما انت عايز تقول في الاهلي وفي امام عاشور. كلمه من الاخر ايه يا عم؟ علشان تعرفوا الفرق بين الاهلي واي فريق تاني، علشان تعرفوا الفرق بين الاهلي واداره الاهلي واي فريق تاني. طب ايه الموضوع وايه يا عم؟ يعني يا ساده،
هو الاهلي اعلن عن العقوبه، اعلن عن العقوبه، الاهلي اعلن عن العقوبه، مش زي اي حد ثاني ومش زي اي فريق ثاني. الانديه الثانيه والفرق الثانيه بتدفن راسها في الرمل زي النعام. الاهلي لا بيهمه جماهير ولا بيهمه حكايات ولا بيهمه روايات. الاهلي فوق اي حد، الاهلي فوق اي حد، لا دفن راسه في رمله ولا دفن راسه في طين ولا دفن راسه في اي حته. الاهلي هو اللي اعلن العقوبه على امام عاشور. تمام؟ طيب نروح بقى ونفكنا من حكايه امام عاشور ونروح لمباريات الاهلي القادمه واخبار النادي الاهلي القادمه. اضرب يا كبير لايكك وشيرك واشتراكك. في ناس لسه ما ضربتش اللايك يا رجاله. اضرب يا كبير لايكك، نور، اضغط زر اللايك نوره. طيب نروح لمباراه الاهلي القادمه. لمباراه الاهلي القادمه، وركز في الكلام ده. بعد بكره يوم الاحد يوم 1 مع البنك الاهلي، مع البنك الاهلي، وكلنا عارفين مباريات الاهلي مع البنك الاهلي. البنك الاهلي استغل ان المباراه بتاعته، حلو الكلام، ونقل المباراه من استاد القاهره الى استاد السلام. حلو الكلام، ما المباراه بتاعته. طيب زي الفل، تمام. قال ايه؟ الاهلي ما بيعرفش يلعب على ملعب السلام، واخر مباراه للاهلي على ملعب السلام مع الاتحاد اتعادل فيها 1-1. طيب يبقى ايه يا باشا؟ يبقى ايه؟ يبقى احنا نلعب على ملعب السلام اللي هو الاهلي ما بيعرفش يلعب عليه. نسيوا ان الاهلي ضيع اكثر من 25 فرصه محققه، وكمان المهدي سليمان كان عامل فيها تعبان وكان عامل فيها شكمان، وعمل مباراة عمره المهدي سليمان. ولكن سيبك من ده كله، سيبك يا باشا من ده كله، سيبك من الكلام ده كله، سيبك من الفرص اللي ضاعت، وسيبك. تمام؟ انا عاوز لعيبة الاهلي ورجال الاهلي والمسؤولين عن الاهلي يقفلوا، يبقوا ايه؟ يعني يبقوا ياخدوا بالهم من الكلام عن الملاعب، علشان مش كل من هب ودب يغير لك الملعب على اساس ان انت ما بتعرفش تلعب عليه. علشان زي ما انتم عارفين وشايفين الفرق بتعمل ايه مع الاهلي. كل فريق عايز ياخد بونت ولا ياخد 3 نقاط ولا ياخد 3 نقط، يعمل ويغير الملعب ده من كتر الكلام على الملاعب. الاهلي يلعب على اي ملعب وياخد ال3 نقط وهو مستريح. لكن هنفضل نقول ما بنحبش ملعب السلام، ما بنحبش ملعب بتنجان، ما بنحبش ملعب بتروسبورت، ما بنحبش ملعب المقاولين. كل الكلام ده هيجي على دماغنا، ودينا شفنا البنك الاهلي غير الملعب وهيلعب على ملعب السلام. حلو الكلام؟ طيب حلو الكلام. اضرب اللايك يا كبير بقى، جمعه مباركه عليكم، اضرب اللايك يا كبير. طيب الاهلي يحتاج في يناير القادم ل4-5 صفقات من العيار الثقيل، ورحيل بيرسي تاو ورضا سليم، اللاعبين المحترفين ده، غير اشرف داري. احنا نتكلم على دول دلوقتي عشان اشرف داري مصاب لسه ما شفناهوش اساسا. اللي كان بيقول لك اشرف داري بديل محمد عبد المنعم الاستراتيجي واليوغوسلافي ما شفناهوش لغايه دلوقتي. فاحنا نتكلم عن اللعيبه اللي احنا عارفينها، رضا سليم وبيرسي تاو. تمام؟ في شهر يناير لازم تتخلص من الاثنين طول ما انت يا عم كولر مقعدهم احتياطي، يعني ما بتستفدش منهم. يبقى ايه لازمتهم؟ طيب رضا سليم وجاي له عرض اعاره من نادي الرجاء، وديه يا باشا، يمكن يرجع لمستواه ويرجع يديك احسن ما هو عندك كده ومركون. بيرسي تاو لا راضي يمشي ولا راضي يرحل ولا راضي يحترف، وعايز فلوسه عشان يمشي.
يا عم بيرسي يا تاو، الاهلي ما بيجيش بالطريقه دي. الاهلي خيره عليك ورجعك من انجلترا بعد ما كانت الناس كلها ناسياك. شيل الجميل ده، شيل الجميل ده يعرفك للناس وجاي لك عروض. امشي يا عم، ارحل ارحل بدون خسائر، بدون خسائر يا عم بيرسي يا تاو، ولا ايه؟ المهم الاهلي لازم يعمل له 5 صفقات من العيار الثقيل. واللاعب البرازيلي المرشح للانضمام للنادي الاهلي، انا لا ارشح اي لاعب برازيلي يدخل النادي الاهلي، لان حصل وجبنا 3 قبل كده والثلاثه طلعوا شبرخيط. من الاخر بجيب لك كلام من الاخر، اي لعيب برازيلي دخل النادي الاهلي طلع ياما هنا وياما هناك. عشان ما اطولش عليكم بشكركم، واضرب لايكك وشيرك واشتراكك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم.